مفاصلك بتقدمك ومش عارف تقوم ولا تنام، تعال اقول لك على الحل. كمان منورني النهارده دكتور تيمور الحسيني، استاذ جراحه العظام والمفاصل بطب عين شمس. منورنا يا دكتور. بنورك يا ستي، شكرا جزيلا على الدعوه. في البدايه عايزه اعرف يعني ايه خشونه مفاصل وايه اعراضها، وليه مثلا اليوم الناس اللي عندها خشونه مفاصل بيبدا بالم وتيبس في المفاصل. المفاصل جزء هام جدا من الجهاز الحركي، هي والعظام هي اللي بتؤدي الى حركه البني ادم. المفاصل في العموم بتتكون من سطحين في غايه النعومه، سطح املس على سطح املس اللي هو احنا بنسميه الغضروف الزجاجي، وبيبقى بينهم سائل لزج بيعمل نوع من التشحيم. بتحصل الحركه الكامله للمفصل بناء على مكانه التشريحي، اذا كان ركبه او مفصل فخذ او مفصل في الظهر مثلا ديسكات او حاجات زي كده، الى مدى كبير من الزمن. بيجي وقت سطح المفصل او الماده اللي متكون منها الغضروف الزجاجي دي بيبتدي يحصل فيها عطب، تبوظ بشكل ما. لما تبوظ بشكل ما بيكون النتيجه ان النعومه بتاعتها تقل، ما تبقاش ناعمه وملساء كما سبق. لما تبقى مش ناعمه وملساء كما سبق يحصل احتكاك، لما يحصل احتكاك يحصل التهاب. الالتهاب ده مش شرط في الغضروف، هو الغضروف في الحقيقه نفسه ما بيلتهبش، انما الانسجه اللي حوالين المفصل، الغشاء السينوفي او الغشاء الهلامي، اللحم والاربطه والعضلات اللي حوالين الغضروف، كل دي ممكن يحصل فيها التهاب. الالتهاب ده بيترجم بعد كده بالنسبه للعيان كألم. خشونه المفاصل الاستابليشت اللي هي ثابته ومستقره بقالها زمن، مشهوره باللي حضرتك قلتيه ده، ان هو الشخص كلما قعد فتره ما يتحركش، اول ما يجي يتحرك يبقى الحركه صعبه ومؤلمه. ايه اطول فتره البني ادم ما بيتحركش فيها؟ فتره النوم. فتره النوم. يبقى اكتر فتره هيحس بيها بالزرجانه دي في المفصل والالم اول لما يصحى يبدا اول ما يصحى من النوم. الصبحيه. دي ظاهره موجوده في كل انواع الخشونه. المثال لها الانجليز بيشبهوها بباب الجنينه المصدي. لو كان حد عنده فيلا من بتوع زمان وباب الجنينه المصدي ده، تلاقي حضرتك اول واحد يجي بتاع اللبن يجي يفتح الباب تلاقيه مش راضي يفتح، يزيق. يجي بعد كده البوسطجي تلاقيه فتح شويه، يجي بعد كده سواق الاتوبيس بتاع المدرسه تلاقيه فاتح وراح وجاي عادي خالص. يبقى اول الحركه مصاحبه بصعوبه وتزييق ووجع، ثم بعد كده تلين شويه وتقل شويه. عايز اعرف ليه العضلات دايما بتشد حوالين المفاصل، يعني ايه السبب؟ المفصل اللي بيبقى موجود فيه ظاهره الخشونه، جزء من الحركه بتاعته، نهايات الحركه بتاعته بيبقى فيها جزء مؤلم، يعني حاجه تؤلم المريض. يعني الركبه مثلا لما اجي اتنيها 90 درجه، اكتر من 90 درجه يبتدي العيان يحس بوجع. بيحس بوجع ليه؟ لانه اولا انا عديت المرحله اللي المفصل فيها بيتحرك بطريقه ملساء الى المرحله اللي هي فيها الخشونه او تعطيل الحركه، وثانيا بشد على الانسجه اللي فيها التهاب. يبقى الانسجه اللي انا بشد عليها وهي ملتهبه تعمل لي وجع. ده السبب الحاد، الالام الحاده قوي. في سبب تاني وهو ضعف العضلات، ان العضلات اللي حوالين المفصل اللي فيه خشونه بقاله سنوات وسنوات بتبقى عضلات ضعيفه، وبالتالي الفرد والتاني او الدوران او ما شابه حركه المفصل بتبقى عطلانه شويه. طيب هل دايما العلاج بيكون بالادويه ولا في اكتيفيتيز معينه الناس بتبدا تعملها بتقلل من الالم وبتبدا تعالج؟ العلاج له شقين كبار جدا. علاج جراحي ومش هنتكلم عليه دلوقتي، ده في الحالات اللي بيفشل فيها كل الحاجات الغير جراحيه، اللي هو لاست اوبشن بالنسبه ده يعني مش هنتكلم عليه دلوقتي. المفاصل الصناعيه اللي هي شغلتي يعني اساسا، مفاصل صناعيه وعلاج بالمناظير وعلاج بتصليح العوجه وحاجات زي كده، مش هنتكلم عليها دلوقتي. احنا هنتكلم الحاجه اللي غالبيه الشعب والمرضى عايزين يسمعوها، يعملوا ايه في حالهم ده. ايوه الحاجات السهله. العلاج غير الجراحي له شقين، شق غير فارماكولوجي او غير دوائي، وشق تاني دوائي. الشق غير الدوائي مهم جدا، وهو ده مهمل جدا في مصر، مهمل جدا 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 في مصر. الشق غير الدوائي اللي هو ايه؟ اللي هو الحفاظ على الوزن السليم، انزال الوزن الزياده، ان المريض ينزل في الوزن 10 او المريضه تنزل في الوزن 10 12 كيلو.
تقوية العضلات، مش احنا لسه بنقول العضلات؟ تقوية العضلات من ناحية القوة ومن ناحية التناغم. في مهمة في العضلات معقدة جدا وهامة جدا للمفاصل، اسمها تناغم العضلات. انهي عضلة تشتغل وانهي عضلة تستريح وانهي عضلة تبقى جاهزة للشغل. التناغم ده بيبقى بايظ في الخشونة، والعضلات بتبقى ضعيفة في الخشونة. فمن ضمن الخطوط غير الجراحية هي تقوية الكلام ده كله. تقوية الكلام ده كله بأنواع من الرياضة، ودي مهملة في مصر خالص. الجانب الثاني بقى اللي هو موجود في مصر اللي هو العلاج الطبيعي. ان انا ابعت المريض لمركز علاج طبيعي يعمل له يبقى الترا ساوند، جلسات يعمل له تسخين باللمبه الحمراء، يعمل له تحريك مش عارف ايه، يعمل له نبضات كهربائيه. العلاج الطبيعي العلاج الأسرع، العلاج الاسرع في دول، فعال وأسرع. العلاج الاسرع في دول طبعا بتبقى الحاجات بتاعه العلاج الطبيعي اللي فيها استخدام الاجهزه الكهربائيه اللي هي بتشتغل على العصب. الجزء الثاني من العلاج بقى اللي هو العلاج الدوائي. العلاج الدوائي بيبتدي الاول بحاجات عشان تتعامل مع الألم. يعني أنا ما ببتديش الأول أفكر في إن أنا أعدل الغضروف الخربان أو أقوي الخلايا الغضروفية اللي لا، مش ده هدفي. أنا هدفي إن عيان متألم مش قادر يمشي مش قادر ينام، الألم أساس، أشيل له الألم. فالمرحلة دي بتبقى الأدوية اللي معروفة كلها بتاعت أدوية المفاصل، بالعربي اسمها الأدوية مضادات الالتهاب اللا استيروئيدية زي البروفين وإخوانه، معروفين يعني لدى الناس كلها. أو حاجة للألم بس مش مضاد التهاب ولا حاجة، زي البنادول، زي الباراسيتامول، مجرد باراسيتامول. قضينا على الوجع في الوقت الحاد ده، بيبقى وظيفتنا بعد كده إن احنا نحاول ندي حاجة لتغذية المفصل. تغذية المفصل دهيا بتبقى عن طريق مواد مختلفة بتستخدم إلى فترات طويلة، وحاجات تشجع الخلايا الغضروفية، حاجات تشجع التشحيم، الكولاجين وما شابه التشحيم بتاع المفاصل. وكل الأدوية دي بتستخدم لفترات طويلة قوي، والدليل العلمي عليها ما هواش أقوى حاجة. يعني الدليل العلمي عليها لسه في مرحلة النمو، مفيش إجماع عليه. لسه في مرحلة النمو. يعني في ناس ممكن تقولك لا ده ما بيعملش حاجة، بدارس. فالدليل العلمي لسه لم يقوى في هذا، إنما ما قدامناش حاجة دلوقتي بنقدر نديها للعيان عشان نقول له دي تقوي لك المفصل أو تحسن لك وظيفة المفصل غير الأدوية اللي زي كده. دول معروفين، الجلوكوزامين والكولاجين وإخوانهم. طبعا في إجراءات أخرى دوائية بتتعمل عن طريق الحقن الموضعي بقى، مش عن طريق الفم، اللي هو الحقن، مثلا الحقن الموضعي بمركبات الكورتيزون. وده مهم جدا ومأمون جدا في الحالات اللي هو موصوف فيها، مش في كل الحالات. في حالات العيان مش هيقدر ينام النهاردة إلا إذا السائل اللي في الركبة ده مثلا سحبناه له وادينا له حقن الكورتيزون تريح له الأمور. مش كل 3 أيام، هي مر. الحاجات التانية اللي هي تعويض السائل الزلالي، اختلفت بقى الأسامي موجودة في مصر، حقن الزلال، حقن التشحيم، حقن الذكية، لها أسامي كتير قوي. إنما الهدف فيها هو إن أنا أحسن التشحيم أو الزحلقة بتاعة المفصل اللي ما هواش أملس قوي، فأقوم أزود المادة اللي بتشحم، يبقى الحركة تتحول إلى حركة سهلة، وبالتالي التغذية بتاعة المفصل ممكن، التغذية بتاعة النسيج ده تتحسن، والتنشن أو الشد اللي على الأنسجة الرخوة نتيجة لصعب الحركة يكون أقل، وبالتالي الألم يبقى أقل. دكتور تيمور الحسيني، نورتني النهاردة. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. ودي كانت حلقتنا من برنامجكم على الديسك، كل ما يخص طب العظام مع أفضل الخبراء.